السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم آمين. موضوعنا النهاردة: ليه دايما النرجسي بيفكر في الزيجة التانية؟ زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما انت ليك احتياجات، النرجسي برضه ليه احتياجات، بس النرجسي مش عايز يعترف باحتياجاته لأنه شخص غير طبيعي. تمام؟ طيب، علشان النرجسي يحس انه مش محتاجك هيعمل ايه؟ هيعملك صمت عقابي، هيعملك هجران، هيدخل في دماغك فكرة الزيجة التانية. نتيجة الثلاث حاجات دول ايه اللي هيحصل لك؟ ان انت هتتعذبي، هو هيشوف عذابك، هيتأكد بالنسبة له معتقد انه ايه؟ انه فعلا مش محتاجك، بدليل انت بس اللي متعذبه. ولما انت بتتعذبي ده بيعزز القوه والانتصار والغلبه جوه نفس النرجسي، فبيأكد احساس انه فعلا مش محتاجك، فبيمشي اكتر وبيطاوع عقله وتفكيره اكتر ناحيه الزيجه التانية. خلاص، لما حضرتك قلتي انك روحتي لطبيبه، هو هيهرب من الطبيبه. ليه؟ لان الطبيبه هي قادره على ان هي فعلا تعالج الموضوع وترجعه لك فعلا. خلاص، ولكن النرجسي هو مش عايز كده، هو عايز يبقى حاسس انه مش محتاج لك، وانه في مكان القوه والغلبه والانتصار، وفي نفس الوقت انت لوحدك المتعذبه. طيب، انا دلوقتي مش عارفه انت مشكلتك ايه؟ مشكلتك انه يسيبك، ولا مشكلتك هو وجود، او يعني ان شاء الله هيبقى فيه وجود زيجه تانية ان شاء الله ما تحصلش باذن الله. خلاص، سواء انت مشكلتك انه يسيبك او ان يكون في زوجه تانية، هقولك تعملي هنا ايه وهقولك تعملي هنا ايه. خلاص، اول حاجه، لو انت مشكلتك ان النرجسي هيسيبك، طيب في لخبطه بتحصل، هي دي اساس ان النرجسي يفكر في الزيجه التانية. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان النرجسي لازم يحس بيشبع، يعني عنده الاشباع العاطفي، الاشباع العلاقه الزوجيه قبل ما يحس بالامان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو لازم يبقى فيه علاقه زوجيه منتظمه مستمره كويسه علشان يحس بالامان من ناحيتك. خلاص، ده مش النرجسي بس، لا، ده معظم الرجال كده. خلاص، لازم ده الاول علشان يحس من ناحيتك بالامان. المرأة غير الرجل، تمام؟ المرأة لازم تحس بالأمان الأول علشان تقدر تعطي للزوج الحقوق الزوجية بتاعته. خلاص، وهو ده اللخبطة اللي بتحصل والتضارب اللي بيحصل بينك وبين النرجسي. تمام؟ طبعا وجود فكرة ان في زيجة تانية او ان هو بيهجرك او بتخليكي بتنفري من العلاقة، او انك انت مش عايزة العلاقة، وبالتالي زي ما قلت لك في بداية الفيديو بيثبت وجود الزيجة التانية في دماغه. خلاص، هنا الحل ايه؟ هنا الحل فك التعلق. فك التعلق هنا هو اللي بيخدمك في النقطة دي بالذات، وهو اللي بيقويكي على النقطة دي بالذات، انك انت تقدري تدي الحقوق الزوجية للنرجسي من غير ما تحسي انك ضحية، من غير ما تحسي انك مذلولة او مقهورة. خلاص، وفي نفس الوقت لما هو بياخد الحقوق الزوجية دي هو بيشعر من الأمان من ناحيتك، فيبقى في بالانس في العلاقة، يبقى في توازن في العلاقة. هو خلاص حاسس بالأمان، وانت كده كده هو مش فارق معاكي، انت كده كده فك تعلقك بيه، والعلاقة ما بقتش مصدر ضغط على أعصابك زي زمان. تمام؟ بمناسبة زمان، اللي بيخليكي يبقى في مشكلة في فك التعلق ان ذكرياتك مع النرجسي مرتبطة بمشاعر الضعف، بمشاعر القهر، بمشاعر الذل. طب ما تخلي مشاكلك مع النرجسي ان دي دروس انت ما كنتيش تعرفي اصلا انه نرجسي. طب ما تخلي اللي حصل زمان ده دروس بالنسبه لك ليها امتداد، ان هي بتصلح ليكي رؤيتك للمستقبل. وبالتالي لما الموضوع ده بيحصل، فمواقف بتاعت النرجسي بتاعت زمان ما بتبقاش مرتبطة. طبعا الموضوع ده عايز تدريب ووقت وزمن وتكرار ولازم تبقي مع اخصائي عشان تقدري انك انت تتغلبي على الموضوع ده مع تطوير نفسك.
خلاص الموضوع ده لما بيتكرر خلاص، فالمشاعر اللي كانت مرتبطة بالمواقف، مشاعر الخزي، مشاعر الحزن، القهر، الذل، بتتبدل بتبقى مشاعر إيجابية. يبقى أنت لما تبقى ماضيكي مع النرجسي مرتبط بمشاعر إيجابية، ده بيسهل عليكي إنك أنت تدي أكتر الحقوق الزوجية من غير ما تحسي إنك أنت منهارة، من غير ما تحسي إنك ضعيفة، من غير ما تحسي الكلام ده كله. فهمنا؟ لما مواقف اللي حصلت مع النرجسي ارتبطت خلاص بمشاعر ايجابيه، بمشاعر النجاح، بمشاعر الانجاز، بمشاعر انك انت وقفت على رجلك نفسيا، فرحانه انك انت ما بقيتيش بتتألمي من النرجسي زي زمان، فرحانه انك انت خلاص بقيتي شايفه المستقبل قصادك وعارفه ازاي تخططي له وماشيه ناحيه المستقبل بقدم ثابته، الكلام ده كله بتبقي انت مصدر جذب خلاص للنرجسي، مستحيل انه يسيبك. خلاص الموضوع خلاص انتهى، الموضوع دلوقتي بقى في ايدك، يعني اقول لك ايه، الكرة في ملعبك. تمام؟ فمستحيل ان النرجسي هيسيبك. ليه؟ لانك مصدر امان ومصدر طاقة وقوة، مش شايفك ضعيفة، مش شايفك انك متأثرة بأي حاجة خالص هو بيعملها. وخلي بالك عدم التأثر ما يجيش بمشاعر استغناء، انك انت تحسسي انك انت مستغنية عنه، لا، عدم تأثر لانك انت مش متأثرة، لكن مش لدرجة انك تصدري له انك انت مش فارق معايا، انك انت ولا حاجة، ان انا عندي استغناء، لا، كده النرجسي هيحطك في دماغه والموضوع هيقلب ضدك. خلاص. اما بقى لو مشكلتك بقى هي وجود زيجة تانية، خلاص، فلازم تعرفي ان الزيجة التانية اللي بينوبها اكتر بكتير جدا وبتعاني اكتر بكتير جدا ما انت عانيتي. خلاص. واذا كانت شخصية طبيعية فهي مستحيل هتستمر مع النرجسي لانها هتكشفه. خلاص. واذا كانت نرجسية اعتبريه ما اتجوزش، اعتبريه ما حصلش حاجة، لانه مش هيقدر ان هو يتعايش معاه، الا اذا كان بقى في مصالح كبيرة قوي 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 قوي، فهو لازم يدوس على كرامته من اجل المصالح دي ويبقى هو ضحية للزوجة التانية. خلاص. لكن في كل الاحوال مربط الفرس في ايدك انت اللي تقدري انك انت تتحكمي في النرجسي، وانت اللي تقدري تمشي حياتك. ما تتعامليش مع النرجسي على انه شخص طبيعي وانه لما يتجوز واحدة تانية يبقى انت مرفوضة او انت علاقتك بيه اتقطعت خلاص. لا، ما حصلش. النرجسي ما بيقطعش علاقات، النرجسي ما بيخسرش، مفيش واحدة بتسيطر على نرجسي. لازم تفهمي المفاهيم دي كويس جدا جدا. تمام؟ بس فسواء في زي ان شاء الله يا رب يكون في 20 واحدة، تمام، انت ادام ماشيه على اللي انا قلته ده من بدايه الفيديو، مستحيل هتخسري النرجسي، مستحيل هتخسري حياتك، بالعكس ده انت هتكسبي مكاسب طائله من ورا النرجسي، والطلبات اللي كانت بتتاخر بالسنين بتتنفذ في دقيقه او بتتنفذ في ثانيه دلوقتي. فاهمه؟ فالموضوع موضوع انك انت ما تحسسيش النرجسي ان هو انت ازاي تعمل كذا، انت ليه بتعمل كذا. ما هو النرجسي ما يتسألش، النرجسي ما يتسألش انت ليه بتعمل كذا. النرجسي لا ينتقد ولا يعاتب ولا تعتذري له ولا تشوهي سمعته. تمام؟ اعتقد ان انا كده قلت كل اللي عندي، وانا كده قلت يعني فهمت كل حاجة. يا رب يوفقك يا رب ويكرمك يا رب ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.